عندك مشكلة في خلاط الحوض؟ المية بتنزل من الوصلات، بتلاقي مية نازلة من هنا نقط بسيطة. طيب ماشي، مش عارف تحل الوصلة دي. طب بعد ما حلتها مش لاقي الكاوتشة اللي جوه، ان شاء الله هعرفك الحل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة تجري عليها تفكر تفك دي. هتنزل تحت الحوض بايدك وتبدأ تفك دي، تفك الصامولة دي. هي دي يدوي اصلا. لو لقيتها نفس الصامولة بس اللي هي النحاس القديمة، هتفكها بقى بمفتاح ستونسون بقى. حلو الكلام. هتفك الصامولة. اول حاجة لازم تعملها تفك الصامولة دي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا طبعا عشان نحافظ على المية، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. فكينا الصامولة دي. بعد كده بيجيلك زور نحاس. اللهم صل على سيدنا محمد. لو الزور جامد، حلو الكلام، فكه بزراديه او بنسه او مفتاح ستونسون، بس حطه قماش عشان ما تجرحش ايه، ما تجرحش السنون دي. السنون دي مهمه قوي. 90% منها هتلاقي ان شاء الله هتفكها بايدك. فكيتها بايدك اهي شمال، هي سنها بيبقى طويل شويه. فكيتها سقطت منك، خلاص كده الاتنين دول ايه، باي باي كده. هم نزلوا مش هيقعوا تحت، خلاص دول تحت هتلاقيهم في المحبس. طيب اعمل ايه؟ انا عندي هنا وصله طويله ووصله قصيره. اول ما تفكر تفك ان شاء الله تفك الوصله اللي الصاموله بتاعتها اهي، الصاموله بتاعتها 10. فك الوصله الطويله الاول. حلو الكلام اهي. فك الوصله الطويله بس، يا دوبك حركها بس سنه كده. تمام كده اهي. هتفك الوصله الطويله اهي، وتبدا ايه بايدك كده. فك الوصله الطويله اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بسم الله اهي. تمام. فكينا الوصله الطويله. حلو الكلام. هتبدا تفك الوصله الثانيه اهي. اللهم صل على سيدنا محمد اهي. طبعا انت في الحوض هيبقى فيه صعوبه شويه عن كده، يعني اللي هو ايه، هتحاول بقى ايه تتمكن كده من نفسك وتفكها، بس هي تفك ان شاء الله سهل زي ما انا بقول لك كده. فكيت الوصله اهي، انت مش هتعرف تحرك الخلاط اهي. فكيت الوصله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما لقيتش انت بقى الكاوتشه دي، الكاوتشه دي مش موجوده عندك. اللهم صل على سيدنا محمد. اعتبر الكاوتشه دي مش موجوده. حلو الكلام. بكر التeflon اهي، التeflon الابيض اهو. ايا كان بقى انت بتسمعني منين اهو، هو ده. شوف بقى انت اي دولتك بقى، انت فين دولتك وبتسموه ايه عندكم، بس هو عندنا احنا في مصر اسمه تeflon اهو، او عازل اهو اهو اهو. تمام كده. تاخد حته صغيره خالص، اعمل بديل الكاوتشه اهي. بصوا يا جدعان، حته صغيره خالص بديل الكاوتشه اهي. تمام. وبرومها كده بايدك. اللهم صل على سيدنا محمد اهي. تمام كده. تمام. هناخد دي كمان اهي، دي حلوه اهي. تمام كده. وتبدا تيجي هنا، اللهم صل على سيدنا محمد اهي، وتفكها مكان الكاوتشه دي. نعتبر الكاوتشه دي اهي. بص الكاوتشه اهي، الكاوتشه دي 10 اهي. لقيتها عند سباك خير وبركه، ما لقيتهاش اعمل اللي اقول لك عليه ده اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. لف بقى هنا بقى. تمام كده اهو. اهي. ده كده يبقى بديل الكاوتش اهو. ده كده التeflon ده يبقى بديل الكاوتش. اللهم صل على سيدنا محمد. ركب يا معلم وادعي لعمر سلام. هتعمل ايه بقى؟ نفس الكلام بقى تاني بقى. عرفت تحل ده؟ عشان برضو تبص فيه كده تشوف لقيت فيه شوائب، لقيت فيه حاجه ماشي. هتفتح كده مثلا، لازم يبقى فيه هواء سخن وبارد، يبقى الخلاط ده كده تمام، ميته كويسه. حلو الكلام، ما فيهوش اي مشكله خالص. حلو الكلام يا معلم. هتقوم مرجع بقى كل حاجه زي ما كانت. الوصله اهي. هتركب بقى هنا ايه، هتبدا تركب الوصلات الاول. التركيب بقى اهو. هتبدا تركب الوصلات. تمام كده اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. وتبدا تركب الوصله الثانيه. اللهم صل على سيدنا محمد اهي. تمام كده. هي ليها فتحات اهي اهي اهي. وتبدا بقى ايه ترجع بقى ايه الصاموله اهي تاني، الزور اهو في مكانه. الكلام ده كله على الحوض عندك. اللهم صل على سيدنا محمد. رجعت الزور، هتبدا بقى ترجع ايه الصاموله بقى تاني، تربط بقى عمليه بقى ربط، وافضل اربط بقى تاني
لحد ما يوصل الزور ده، لحد ما توصل الصاموله دي هنا. خلاص. بس بقى معلومه، وانت شغال عموما بقى في المغسله بتاع البيت، مش عاوز المشكله دي تحصل، ما تقعدش تحرك الخلاط شمال ويمين. يعني انت هتتوضى او هتغسل وشك، بتفتح الخلاط، الميه نزلت لك، خلاص ما تقعدش تهز خلاط شمال او يمين. هو ده اللي بيعمل عيب ده، هو ده اللي بيخلي الميه تيجي من هنا. لكن طول ما الخلاط ثابت، انت ما تجيش ناحيته، افتح بس، اتوضى، اغسل ايدك، خلاص. طب الميه السخنه كانت الكاوتش عندك، اعمل اللي بقول لك عليه ده، وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.